مصر دولة مش كبيرة، لا مصر دولة كبيرة. مشكلتها الوحيدة ان اللي بيحكموها هم اللي مش عارفين انها كبيرة. دي مش مشكلة مصر. هو السيسي ساكت على طنطاوي ليه؟ لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه ولست راضيا عنه، ده حقي ببساطة كمواطن مصري قبل ما أكون نائب. ليه ما اتقبضش على طنطاوي لحد دلوقتي رغم كل الانتقادات الشديدة اللي بيوجهها للسيسي؟ الكلام ده كان في الخمسينيات والستينيات لما كنت تطلع جواز السفر وتقول انا مواطن مصري في اي مكان في العالم يتعمل لك احترام ويتعمل لك تقدير ومحدش يقدر يمثلك طرف. لكن النهارده ده مش حاصل. هل اصبح طنطاوي كابوس للسيسي؟ افتح تليفون لمواطنين مصريين دلوقتي عايشين في الخارج، هيقول لك انه مهان وكرامته ممتهنه، ولما بيروح لسفاره بلده بيقولوا له ايه اللي جابك هنا روح. تعالوا مع بعض نعرف الاجابه عن كل الاسئله دي في تاريخ لا نعرفه. العقبه الرئيسيه المباشره الكبرى في طريق مستقبل الدوله المصريه بشكل واضح هي السيد رئيس الجمهوريه. رغم الهجوم الشديد من طنطاوي على السيسي الا انه ما قبضش عليه لحد دلوقتي، رغم ان في ناس جابت بس سيره السيسي وراحوا ورا الشمس زي ما بنقول في مصر. وفي الحقيقه ان الطنطاوي لازم ينتقد السيسي لانه داخل انتخابات ضده، فمن المنطقي انه يهاجمه، بس اللي مش مفهوم هو موقف السيسي منه وعدم القبض عليه لحد دلوقتي. وهنا لازم يكون في اسباب محتمله ورا موقف السيسي. تعالوا نعرف ايه هي الاسباب دي وايه اقربها للصحه. ما نراه الآن هو أسوأ أداء لأي سلطة في آخر 200 سنة على الأقل. السبب الأول، السيسي عايز يظهر بصورة الرئيس الديمقراطي. الإجابة غلط، لأن السيسي مش ديمقراطي ولا بيؤمن بالديمقراطية من الأساس. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. السبب الثاني، خوف السيسي من أن اعتقال طنطاوي ممكن يخليه بطل شعبي ويخلي اللي ما يعرفش طنطاوي يعرفه، وده مش لمصلحة السيسي لأنه بيعتمد في التعامل مع طنطاوي على أنه نكرة ما يستحقش أن السيسي يتكلم عنه أو يعمل له أي حاجة. معارض مراهق عنده مشكلة نفسية، الولد عايز يبقى رئيس جمهورية، واللي علمه السياسة ضره. ده أحمد طنطاوي ده صفر بيج زيرو زي ما بيقولوا، صفر كبير. الدولة لها هيبة والمنصب له هيبة، مش أي واحد صايع ماشي يقول لك أنا عندي تصور. بس أذرع السيسي الإعلامية بتقوم بالمهمة دي عن طريق الهجوم على طنطاوي، وده سبب ممكن يكون مقبول، بس خلينا نشوف الأسباب التانية برضه. أنت مين؟ دور إيه؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ إيه ده؟ السبب الثالث هو ان طنطاوي ما هو الا لعبه امنيه تم زرعها من فتره طويله عن انه معارض عشان يدخل الانتخابات قدام السيسي، حاجه كده زي رأفت الهجان لما بعتوه اسرائيل، فيدي شرعيه للانتخابات بدل ما يتكرر موضوع موسى مصطفى موسى اللي كان فضيحه الانتخابات اللي فاتت. وفي الحقيقه ان الطرح ده انا مش متقبله قوي، لأن شخصية السيسي بترفض أي انتقاد شخصي ليه أو لأسرته، فبالتالي هيكون صعب عليه إنه يستعمل الأسلوب ده للوصول لفكرة إن كان في انتخابات نزيهة وشفافة وفيها حرية رأي، لأن الموضوع ده هو مش فارق معاه. ولكن اللي يفرق معاه هو المظهر العام ليه كفيلسوف الأطباء والحاكم الملهم والزعيم اللي عارف كل حاجة وما بلطش في أي حاجة، بالإضافة إنه كان ممكن يجيب أي معارض يخش قدامه الانتخابات من غير ما ينتقده بطريقة طنطاوي إذا كان مصر على موضوع النزاهة والشفافية دي. السبب الرابع هو وجود قوى خارجية بتضغط على السيسي وتمنعه من التعرض لطنطاوي، وبتضغط في اتجاه انتخابات فيها نسبة كبيرة من الشفافية على عكس الانتخابات اللي كانت قبل كده. طيب هي مين القوة دي؟ غالبا هي الولايات المتحدة الأمريكية اللي قلقانة قوي من الوضع في مصر، لأن بعد سنوات طويلة تغاضت فيها عن اللي بيحصل في مصر من انتهاكات سياسية وحقوقية، وكمان لسياسات السيسي الاقتصادية اللي بتدفع مصر ناحية الإفلاس، وده تهديد مباشر للمصالح الأمريكية. ليه بقى؟ لأن مصر مستقرة معناها شرق أوسط هادئ، وده مطلب استراتيجي للسياسة الأمريكية. أما لو حصلت هزة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية في مصر فده بيهدد المصالح الأمريكية المباشرة. هنا السياسة الأمريكية ممكن تلجأ للتغيير الناعم لتغيير وضع سياسي في مصر، مش عشان خاطر مصر ولكن عشان خاطر المصالح الأمريكية. يبقى هنا احنا قدامنا احتمال لحماية أمريكية لمرشح منافس للسيسي لتغيير الوضع الكارثي في مصر بدون حدوث ثورات ممكن تكون نتائجها غير معلومة
او غير متوقعه. وهنا لازم اوضح نقطه مهمه قوي، هو اني ما بتهمش الاستاذ طنطاوي بانه اداه امريكيه او عميل امريكي او اي حاجه مشابهه لكده، ولكن وجوده في المشهد السياسي المصري لوحده منفردا في الفتره دي ممكن يخلي الامور تبان على انه له علاقه بامريكا او بغيرها، وده مش ما اعتقدش ان ده القضيه. في الحقيقه ده هيخلينا نروح ناحيه سؤال صعب ومعقد، هو ازاي امريكا تحمي طنطاوي اللي توجهه ناصري، وحضراتكم عارفين ان ما بين الناصريين والامريكان مصانع الحداد. هنا يبان قد ايه المشهد السياسي في مصر معقد، لان امريكا ممكن تكون مديه تعليمات للنظام المصري بعدم التعرض لطنطاوي للاسباب اللي جايه. اولا عدم رضا امريكا عن الانتخابات اللي فاتت لانها شافتها انها اكبر مهزله سياسيه في العالم، فبالتالي يجب على النظام المصري عدم تكرار التجربه والسماح لمرشحين محتملين بانتقاد السيسي حتى لو كان توجههم ناصري، يعني مش مؤيدين او متحالفين مع امريكا. ثانيا الاداره الامريكيه ممكن تشوف ان طنطاوي ما عندوش ظهير شعبي قوي ففرصته للنجاح قليله، ومفيش داعي ان النظام المصري يتغاشم معاه ويعمل من طنطاوي بطل قومي ويديله شعبيه ما كانش هيجيبها لولا قمع النظام ليه. وان الانتخابات دي لازم تمشي بطريقه مظبوطه، والا هيكون شكل الحزب الديمقراطي الامريكي انه بيدعم الديكتاتوريه في مصر زي ما كان ترامب بيعمل، لدرجه انه كان مسمي السيسي ديكتاتوري المفضل. وفي حاله فوز طنطاوي يبقى امريكا لازم هتراجع حساباتها وتشوف ايه هي الطريقه المثلى للتعامل مع طنطاوي، وغالبا هيحصل بعض التفاهمات اللي تحافظ على المصالح الاستراتيجيه الامريكيه مع بعض المكاسب السياسيه لطنطاوي عشان يتمكن من تنفيذ وعوده الانتخابيه وحل المشكله الاقتصاديه الكارثيه اللي بتواجهها مصر. السؤال هنا، هل السيسي ممكن يقف قدام المخطط الامريكي؟ الاجابه لا، والدليل ان طنطاوي بيتكلم والسيسي مش قادر يعمل له حاجه. طيب هو السيسي خايف من ايه؟ او امريكا تقدر تعمل له ايه؟ من وجهه نظري اعتقد ان الهاجس الاكبر للسيسي هو الجيش وخوفه من حصول انقلاب عليه، وده اللي بيخليه يغير قيادات الجيش بصوره مستمره خوفا من فكره الانقلاب عليه بدعم امريكي او دعم خارجي. وفي قصه مشهوره جدا عن جنرال مصري كان بيشتغل في منصب الملحق العسكري المصري في واشنطن، وكان راجل له نشاط اجتماعي وسياسي كبير جدا في واشنطن، وبعد لما رجع مصر كان هناك كان في حاله من التواصل بينه وبين المؤسسات العسكريه الامريكيه، واستعملوا السيسي كمبعوث او وسيط خاص ليه مع الاداره الامريكيه بعد 30 يونيو. ولكن بعد لما استقر السيسي في الحكم تم الاستغناء عن الجنرال ده وعزله تماما من الحياه السياسيه لخوف السيسي انه يكون الجنرال ده هو رجل امريكا في مصر، يكون البديل الجاهز للمؤسسه العسكريه في حال قررت امريكا استبدال السيسي بشخص من المؤسسه العسكريه. يعني الخلاصه ان امريكا غير متقبله لفكره وجود السيسي لفتره رئاسيه ثالثه بانتخابات غير نزيهه خوفا على مصالحها، لان ده ممكن يعمل انهيار اقتصادي في مصر. عشان كده تضغط بشده للسماح بانتخابات نزيهه نسبيا ربما تؤدي الى رحيل السيسي. السؤال هنا، هل السيسي هيقبل الرحيل ولا هيتمسك بحكم مصر رغما عن معارضيه في الداخل وفي الخارج؟ ويا ترى ايه موقف الجيش المصري من كل اللي بيحصل ده؟ ده ان شاء الله هنعرفه في حلقه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المشاهده، ولو ما كنتش اشتركت في القناه يا ريت تشترك عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، وتحياتي لحضراتكم على امل لقاء قريب ان شاء الله. بهاء عفيفي.